حمزة عبد الكريم يا جماعة ما راحش برشلونة، حمزة عبد الكريم راح برشلونة أتلتيك، يا جماعة حمزة عبد الكريم أصلًا مش في لاماسيا، حمزة عبد الكريم في أكاديمية برشلونة وبيدفع فلوس عشان يلعب، سبحان الله أول مباراة ودية لبرشلونة في فترة الإعداد حمزة عبد الكريم يلعب ويسجل هدفين، علشان برضه يطلع ناس يقولوا يا جماعة ده الجون الأول ضربة جزاء يعني أي حد يجيبه، طب يا عم أنا هامشي معاك إن الجون الأولاني ضربة جزاء، مع إن هو اللي عملها بس مش هاتكلم معاك فيها، بس بُص على الجون التاني، الراجل تمركزه من أول الهجمة واقف بين الاتنين سنتر باكات مش مسلم نفسه لحد، وبعدين لاحظ لحظة التسديد كان حمزة عبد الكريم ابتدى فعلًا يتحرك ناحية الجون، لأن دي غريزة الهداف، وده اللي برشلونة شافه في حمزة عبد الكريم وعلشان كده جابه، حمزة عبد الكريم مش المفروض يبقى ليفاندوفسكي من أول يوم، مش المفروض يروح برشلونة وهو لسه عنده 18 سنة يبقى أساسي في الفريق الأول وهو طالع من الدوري الناشئين بتاع الدوري المصري، يعني أنت فاهم إحنا بعيد أوي، بس الراجل دخل جوه المنظومة والمطلوب منه يتأقلم ويستغل الفرص اللي هتيجي له أول بأول، وكل ما تيجي له فرصة يمسك فيها بإيده وأسنانه، وده اللي هو عمله. لحظة التسديد بُص على تمركز حمزة، أولًا مش لازق في مدافع علشان ما يبقاش سهل رقابته، ثانيًا اتحرك خطوة بعيد عنه وبعدين ابتدى يتحرك ناحية الجون في لحظة التسديد، ودي غريزة المهاجم الهداف، وده اللي علشانه جابه برشلونة، ودي الحاجة اللي برشلونة شافها فيه علشان كده تعاقد معاه، وعلشان تحركه اللي هو اتحركه من بدري، الراجل قدر يوصل للكورة قبل المدافع لأنه توقع خطأ الحارس. هانز فليك كمان طلع أشاد بحمزة عبد الكريم بعد الماتش وقال هو ده دور مهاجم الصندوق، ان هو يشم ريحة الجون ويقدر يسجله، هو ده اللي احنا محتاجينه. مش معنى كده ان هو خلاص بقى لعيب في الفريق الاول في برشلونة، بس لازم يستغل كل فرصة متاحة علشان يثبت ان هو فعلا يستحق المكان ده، واحنا دورنا ان احنا نبرز اي حاجة كويسة يعملها وننبهه على اي غلطة ممكن تصدر منه علشان يبقى عندنا صلاح جديد.